نمشيو لكرة اليد. النادي الافريقي اللي فاز بالكاس رقم 19 في تاريخه بعد ما فاز على جمعيه جمال في قاعه قفصه. سلام بن صالح، ذكر بن علي. بعد ما خسر لقب بطولة كرة اليد في آخر أشواطها، النادي الافريقي يتدارك ويتمكن من الفوز بلقب الكاس على حساب نادي كرة اليد بجمال، لقب جديد للسيا وهو لقب 19 في تاريخه والثاني على التوالي. طلعتنا في البطولة، رجعنا لعبنا نصف النهائي الترجي ربحنا، واليوم زدنا كدنا عملنا ماتش كبير مع جمال. تجيب ربع نهائي من سوسه ونصف نهائي في الدربي، يكون كان كاس عنده مذاق خاص. التتويج نتاع الكاس ديما هو احلى حاجه في السيزون، على خاطر اخر حاجه في السيزون باش ترجع العام الجاي بريباراسيون معناتها موتيفي. الفينال كان فيه الافريقي في طريق مفتوح، والتباين في موازين القوى كان واضح. اذا عرفنا انه فريق جمال ما تمكن من تسجيل اول هدف كان في دقيقه 16 بعد ما خذا الافريقي الفارق ب10 اهداف. عملنا ريكور اخر من 15 مينوت دوزيام ميتون ماتش ليسبيرونس، حتى 15 مينوت ماتش اليوم قبلنا حتى هدف. ويأكد انه ملاعبيته المتعودين بالفينالات ما لقاو صعوبه كبيره قدام طموح جوارات فريق جمال اللي يملك كان زوز ملاعبيه سبق لهم اللعب في الفينال. الاولاد كبرت عليهم البارتي معناتها فهمتني، ولا من الاول معناتها ما عرفناش ندخلوا في البارتي مالغري حضرناهم، لكن الجو هذا كله معناتها مش مستانسين به. كل اعمارهم 21 عام و22 عام وربحنا فريق المستقبل. اليوم سيطرنا على المباراه في 11 الشوط الاول. فرحه، هذا عرس نهائي معناتها. كنا حبينا نشاركوا بعض اللاعبين الصغار في الشوط الثاني. رجع نادي كرة اليد بجمال في المباراه، لكن الحمد لله رجعنا سيطرنا وانتصرنا والحمد لله. خيار مدرسة كبيرة في تكوين، هذه حاجة ما شك فيها حتى الجوار نتاع بن خيار بارتو، حتى تشوف في الأوروب في الإكيب ناسيونال في الجمعيات الكبار حتى في جمعيات صغار. محمد انا وياه اصحاب برشا حتى برا من تيران، لكن كاو ماتش كوره نكملوا 60 دقيقه بعد نخرج على روحنا مع بعضنا عادي نلعبوا ماتشونا وان شاء الله كل ما يرجعني. قلت ان شاء الله تعدي ماتش بالكدا وتعدي ماتش باهي برشا، ونتمنى لك توفيق في بقيه المشوار نتاعك مع نادي جمال. فينال نهار الجمعة هو سابع فينال في مسيرة الحارس مكرم المساوي وخامس لقب ليه. كان مكرم المساوي كما مستانسين معناتها يكون في فورمه، يعاون معناتها ليكيب ويعاون الجمعية. المساوي اللي كان حاضر بقوة في النهائي في كل مرة يأكد انه قيمة ثابتة في السيا وفي المنتخب. في المواعيد هذوما الحارس يكون حاضر وانا نبدا نستنى فيهم المقابلات هذوما. جارديان كبير برشا، عنده سنين ربي بالمنتخب، يعطيه الصحة، برافو. فينال الكوب آخر مباراة للمدرب حافظ الزويبي مع النادي الافريقي قبل ما يشرف على تحضيرات المنتخب للريو. لقب خلى الزويبي غادر السيا من الباب الكبير. مش أول لقب يهزه في النادي الافريقي، حافظ هز ألقاب برشا في النادي الافريقي. سيفري هذا اليوم آخر مباراة نتاعو، يخرج من باب كبير بكاس تونس. هنيئا له، وان شاء الله احنا ديما المستقبل خير. نتمنى له مسيره باهيه مع المنتخب وان شاء الله ديما نحسن الاحسن. فاهم. مبروك نادي افريقي طبعا الكاس وفوزه بالكاس. هو النادي الافريقي لعب على 3 القاب السنه، لعب على كاس ربي 13 خسرها ضد الزمالك، لعب على البطوله كانت منافسه لاخر لحظه، كنا تبعنا وكان فاز الترجي بلقب بطوله، لعب على كاس اللي نجم يفوز بها وفاز بها على نادي كره اليد بجمال بعد مقابله حقيقي خلينا الشوط الاول قلنا مقابله في طريق مفتوح واضح. النادي الافريقي حتى خذ السكور 10 و11-0، لكن من بعد نادي كره اليد بجمال استفاق ورجع في المقابله مشوقه ولات نهائي حلو شويه. مشكور نادي كره اليد بجمال اللي عدى موسم محترم على مستوى البطوله ويوصل اول مره في تاريخه للدور النهائي، وهذه حاجه تحسب لكره اليد بجمال. بالنسبه للنادي الافريقي الحقيقه عديد الملاعبيه اللي في المنتخب وايضا حتى الملاعبيه اللي قاعدين ينشطوا تالقوا سورتو في النهائي
او ثالث موسم كامل. الحارس مكرم النساوي كنا تبعنا في اللي كان رجل وبطل النهائي، ايضا محمد السوسي الفورمه نتاعو، كيف رمزي مجدوب، ايضا مكرم سلامه، رفيق باشا الاكتشاف الجديد خلينا نقول اللاعب هذا اللي قاعد يبرز في النادي الافريقي كالعاده، وسام حسني متالق مع المنتخب، متالق مع النادي الافريقي، وايضا امين بنور. نتصور انه النادي الافريقي انقذ موسمه في كره اليد بالكاس هذا. وكذلك تحياتنا لمدينتي قفصه وتوز اللي احتضنوا النهائي نتاع كبر الكبريات، لكن تقعد نقطه استفهام حول التنظيم. اسلام بن صالح ذكر بن علي. فكرة الجامعة السنة بتحويل وجهة نهائي كأس تونس لكرة اليد من العاصمة للجنوب تنجم تكون فكرة طيبة لإعطاء أكثر إشعاع للعبة هذه في الجنوب الغربي، وتنجم تكون نيتها بريئة باش توري إنه الكفاسة قادرين على تنظيم تظاهرة رياضية من هذا الحجم، هذا في المطلق. أما كي تبدأ الفكرة نابعة من اعتبارات انتخابية ضيقة ومن غير تخطيط مسبق ومحكم، تخلينا نشوفوا قاعة صغيرة ما تتمشيش مستوى الحدث هذا اللي تعودنا نشوفوا فيه شو من الملاعبية والجماهير وحركية في المدينة. الكليب وجمال والله ما سمعتش بها اليوم في قفصه اكثر من السخانه هذه، ما عندناش شنو باش يصير اكثر من هكا. في بالي فما ندوه عملوها على جال الاطفال، ما يقول لهمش صحيح الناس ما يقول لهمش تو برا فهمني القهاوي تلقى شطار القهاوي يقول تسال يقول لك والله ما في بالي حتى بشيء، ما ثم حتى شيء. وإذا كان الفينال ما خذاش الدعاية اللازمة في قفصة، فإنه بطبيعة الحال باش يخلق العديد من النقائص. القاعة نتاع قفصة صغيرة، ما ان شاء الله المسؤولين تاع قفصه معناها يحاولوا من هيك معناها باش يكبروا في الصاله. ما فهمتش علاش وكو معناها جاوا سنه وردوا حطوا هنا في قفصه بعيده ياسر علينا. حبينا عرس كره اليد يكون في رادس ويلم الناس الكل كي. مشكلة الفضاء الحاضر للنهائي موقفش عن ضيق المدارج ولا حسرة بعض الملاعبية اللي كانت لهم فرصة تاريخية باش يلعبوا فينال كبير في رادس ولا القبة، وسوء التنظيم خلق استياء كبير عند العديد من أحباء النادي الافريقي اللي جاوا من مختلف الجهات ولقاو رواحهم خارج القاعة وما قدروش باش يحضروا على الفينال رغم امتلاكهم للتذاكر. ما دخلناش 600 700 برا، ما دخل حتى حد، كنا بتكياتنا هم يقولوا لنا الداخل نباعوه من هنا، ما دخل حتى حد. جيت بالتكي نتاعي 3:30 درتها 16 باب نتاع الصاله هذيا، ندور روح. الجامعه غلطه ما غلطه تبيع في تونس وتبيع في قفصه. الامن شو يقول لك؟ الامن مشكور، قال لك انا من بيع كانت ساكن اللي دخلوا قفصه. وتزيد تقرا حساب اللي في قفصه تقول لهم يجي بكري تدخلهم بكري، مش احنا يقولوا لنا ما فماش بلايص، تقعد اللي جاي من تونس وكلهم يقعدوا هكاك البر. اللوم الكل هذا الكل نجيو نحسبوها نخاول الجامعه هي اللي عامله كل شيء. اكبر غلطه عملوا الفينال في قفصه، مع احتراماتي للقفصه وجمهور قفصه وجماعه قفصه والناس الكل، صاله صغيره، عباد البرة، عباد ماتت في الطريق، معناها وليت الناس اللي ماتت هذه تحمل مسؤوليته اللي عمل الماتش هنا. الفينال هذا وفرحة التتويج اقترنوا بمأساة ما ينجمش ينساها حباء النادي الافريقي اللي فقدوا زوز منهم بعد ما تعرضوا لحادث مرور اثناء تحولهم للقفص. يحبوا النادي الافريقي برشا، عملوا لنا كادو زوز ماتوا الله يرحمهم. عباد مضروبه عباد برشا حكايات برشا خنار. الله يرحمهم طبعا المحبين اللي توفوا في طريقهم لحضور المباراة. فهم اكيد بالطبيعه هذا حادث مرور وربي يقدر، لكن نحكيو على الامور التنظيميه وهذا كنا حكينا عليه بالحلقه اللي فاتت، ربما كلامنا ما عجبش عديد الاطراف سواء من الجامعه وغيره، ممكن حتى برشا ناس خذت الحديث نتاعنا وحاولت يعني تخدموا بطريقه اخرى، واحنا راه ما عندنا حتى مشكله لا مع قفصه ولا قاعه قفصه ولا توزر ولا قاعه توزر ولا الناس توزر ولا الناس قفصه، كنا توانسه ورانا نحكيو من مبدا رياضي، نحكيو من علاش وكيفاش وعلى اي اساس تم الاختيار هذا الكل. بالعكس احنا نفرحوا انه نمشيو للقفصه ونمشيو توزر ونعيشوا مع اخواتنا ونعديوا النهار باهي غاديك، لكن ثم حاجات اخرى نحكيو عليها اللي هي تلك حدود الله. القاعه راهي محدوده، القاعه راهي هاو صارت مشاكل، هاو صار جمهور النادي الافريقي ما دخلش، هاو النادي كره اليد بجمال تشكاو من العدد نتاع الجماهير، القاعه سخنت في اخر المقابل الناس تتمروح باش الصاله ماهيش كليماتيزي، نعرفوا الدنيا سخونه، قاعه صغيره تلمت فيها برشا ناس ممكن اكثر من البنات تنقص مرتين كيف زاد النهائي نتاع البنات في قاعه توزر. هذوما الهينات والاشكال اللي حكينا عليهم، لانه
قلنا عرس تاع كرة يد، بوتيتر هما الجمعيات يقول لك ماذا بيا انا نمشي نلعب في قاعه رادس، ماذا بيا نلعب في قاعه المنزه، ممكن واحده من اكبر القاعات اللي عندنا في تونس، مش احنا نحكيو على نشر اللعبه به، بوتيتر ثم طرق اخرى تنشر بهم اللعبه، هذا اللي كله حابين نقولوا عليه، لكن زاد ما سانومبيش اللي كانت فرصه باش نوريو محدوديه القاعات نتاعنا، باش نوريو اللي عندنا نقائص، هذه من الحاجات اللي ممكن كانت فرصه، لكن راهو ما لازمش تفهم كلامنا بالغلط، رانا نحكيو عليه، نحكيو على امور تنظيميه، نحكيو على سوء تنظيم، نحكيو على عديد التجاوزات، عديد الاشياء اللي بالحق فزت العرس هذا. والله فهمي عاود كلامه الاسبوع الفارط، ما عندكش علاش لا تبرر لا تفسر، كلامك كان واضح الاسبوع الفارط واللي قلته انت الكل وقعنا فيه. ما ثم ناس عاد ثم عضو جامعي يستغل باش يبرر حاجات اخرين، يصطادوا في الماء العكر. احنا طالبنا بقاعه كبيره في قفصه وفي توزر وقاعه كبيره في مناطق اخرى، بالعكس انا قلت هذه، قلنا احنا نطالبوا بقاعه كبيره برشا في توزر وقاعه كبيره برشا في قفصه ويستاهلوا اكثر من قاعه ويستاهلوا معناتها استيعاب كبيره. ولا واحد فرحان الناس الكل، لا الجمهور لا الفرق اللي لعبت، الناس مش 500 600 قعدوا لبرا، وبرا قال لك دخلوا هذوما اللي من قفصه والاخرين تو مش تثبت عليهم انت فهمي جاي من قفصه ولا انا ولا انا جاي من تونس. يعني كلها حتى ملاعبيه، شوف ثم ملاعبيه تعدى كارير كامله وما يلعبش في القبه تاع المنزل او في قاعه رادس الكبيره، ثم فرق ينجم في كارير كامله ملاعب يوصل مره دوري نهائي، يعطيه يلعب في قاعه كي هذه ويحكي عليها الصغار ويعمل تصاوي تخليها تذكار. وبالتالي الجامعه التونسيه لكره اليد رضات كان روحها في الاختيار هذا، لانه ولا واحد فرحان. يعطيك الصحه، شكرا لكم على حضوركم معنا الليله.